عودوا إلى العراق شيئا. يا كمال أعضاء، عودوا إلى العراق، لا نريد منكم شيئا. الله لا يوفقك أرنولد، الله لا يوفقك المدرب المنتخب، الله لا يعطيك الصحة والعافية. هذا الخامس ليش يجيكم عملية يا رب؟ خمسة وانتم خمسة. ليش دخلت جلال وكنت السبب خسارة المنتخب العراق؟ والله انت السبب والله العظيم. ليش دخلت جلال؟ هاي خمسة. طب انه ما يصيد ولك عيني ما يصيد. ليش هذا ما يصيد؟ كلما خرجوا 18 ما يصيد. ليش ده تسوي جلال انت؟ يا ساتر، فضيحة فضيحة، دي فضيحة. عاجل العراق تخسر أمام السنغال 5-0 5-0 يا جماعة الخير، والعراق تغادر كاس العالم 5-0 من السنغال. ايش هذا يا عراق؟ هارد لك للجمهور العراقي، معوضين خير. طبعا المنتخبات الذي غادرت كاس العالم عندنا تركيا، هايتي، تونس، الأردن، بنما، قطر، التشيك، كوراساو، واخر شيء العراق اللي غادر اليوم معانا. هارد لك جمهور العراق وجمهور الأردن وقطر وتونس، وإن شاء الله معوضين بالجاي. بالله هذه نتائج منتخبات، هذه النتائج جايه مونديال علشان تنهزم بالنتائج هذه. تخيل ثلاث هزايم ورا بعض، ولا في اي مجهود ولا بالخمسه بلا. يا اخي اعوذ بالله يا اخي، اذا انت جاي المونديال علشان تشوه سمعتك وتشوه يعني منتخبك، هذه كارثه يا اخي. لا تجي من البدايه. العراق ما شاء الله متذيل الترتيب، تونس متذيل الترتيب، قطر كذلك. الله يستر من الجاي يا اخي. اقسم بالله العظيم 5 من السنغال يا اخي. احفظ ماء الوجه والعب كوره بس، العب كوره بس يا اخي. اسالكم بالله والله من المعيب انك يعني تشوف منتخباتك كذا، تشجعهم من الساعه 2 بالليل 6 الصباح، واخر شيء يطلعون بالمنظر هذا. والله العظيم من المعيب. كارثه، مصيبه، فضيحه في تاريخ الكره العراقيه. 5 من السنغال. لا هذول اللاعبين ما يمثلون العراق يا جماعة، مع احترامي. لا تجيني تقول بطاقة حمراء. 5 من السنغال. لو العراق خسرانة من فرنسا 5 والله نعذرهم. السنغال، منتخب السنغال اوكي من كبار افريقيا، لكن ما منتخبات الكبرى في العالم، ولا يصنف من المنتخبات العالمية الصفوة هو التصنيف رقم 2 أو 3 أو 4. يعني حتى ما هو أقوى من النيرويج والسويد. مش معقول. مشاركة عراقية فاشلة. 4 من النرويج، 5 من السنغال، 3 من فرنسا. وأنا قلتها لولا العواصف المطرية كان أكلت العراق 9 من الفرسان. ما أدري حراس، ما أدري من جايبينهم من العراق. هذا من وجه جايبينه من الدوري التايلندي. هذا يلعب كورة، يعطي كورة بكرت أحمر دقيقة 10. جمهور العراق هارد. أنا أحزن على الجمهور العراقي، بس هذول اللاعبين ما يمثلوا منتخب العراق. والموضوع لو كان المنتخب السعودي خسر حاطلع وانتقدهم، لان عندي المنتخبات العربيه منتخب بلادي خط احمر. المنتخبات العربيه انا ابغى المنتخبات العربيه تروح بعيد. ايش اللي 5 تونس 5 و4 قطر 6 والعراق والله يسطر على منتخبنا من الراس الاخضر. 5 يا عراقي، 5 يا عراقي. والله العراقي قسما بالله هسه والله يا زلمه، يا زلمه مكسور قلبه، كسر قلبه المنتخب العراقي في اسماء ما تستحق تلعب، وكل العراقيين بتوافقني بهذا الحكي. حرام يا رجل. العراق خسر من السنغال 5 يا رجل، ما خسر من فرنسا 5. تروح تخسر من السنغال 5 يا رجل. حرام عليكم، خليكم توصلوا قبل التأهل تروح تخسر من السنغال 5. عراقي لازم تلاقي حل المنتخب بعد كأس العالم. لازم ما تسكت على اللي صار، لأنه اللي صار اليوم للأسف فضيحة بحق العراق. والله فضيحة بحق العراق. هذا للشعب العراقي فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني يا سيدي العزيز 5-0 معلم السنغال على العراق. العراق يا سيدي العزيز يعني عندها هموم أكثر من كرة القدم. الله يعينهم يا اخوان. الفساد، الحرامية يا معلم في البلد يا سيدي العزيز. حياة معلم GTA يا معلم. الموطة يا معلم، البوظة عندهم يا سيدي العزيز في كل مكان يا معلم. عند يعني الموضوع يا معلم أكبر من كرة قدم. فهم ما همهم كرة قدم ولا همهم كأس عالم. هاي تفاهات الدنيا يا معلم. المنتخب العراق والعراق وسلامتكم.
5 العراق يا جماعة. العراق خسرانين 5 من السنغال في بطولة كأس العالم. 5 أمام السنغال يا رجل، يخرب بيت أم الجنون. قسما بالله كل الشعب العراقي حاليا عم بعيش في حالة صدمة يا رجل. شو 5 في بطولة كأس العالم، 5 أمام السنغال في المباراة اللي كانت راح تحدد إذا كان العراق راح يتأهل أو لا. 5 يا عراقي، 5 بتوجع، 5 بتوجع بآخر مباراة لإلك في بطولة كأس العالم. هارد لك للشعب العراقي، بس نتيجة كارثية. هسه من الموعد غيره؟ احنا الجمهور العراقي المحترقة قلوبنا، المتهجولين ومتدمرين، ما حد يستمع عنا، ما حد معبرنا، ما حد مقلدنا. احنا ما عندنا غيره؟ لو اللاعبين اللي ما عندهم غيره. لك والله العظيم ما عندكم حتى حرقة قلب، لا على العراق ولا على الجمهور العراقي. مع الاسف والله، مع الاسف عندنا هيك منتخب يصعد الكاس العالم. والله للاسف. ليش؟ انت خسر لك مباراة، عوض لك مباراة. انت ب3 مباريات طلعت بفضايح، باخطاء فردية، واخر مباراة ولا لاعب خذ التغييره، ولا لاعب احترق قلبه، ولا لاعب هز التغييره. ليش؟ الجمهور العراقي يساند ويآزر ويدعم ويوصل لك الخارج العالم. تذكرة وصلت 3 ملايين عراقي. هيك اللي هسمعه بيتفلسف ويقول ما أجمل أن تعطيك الحياة فرصة للانتقام. قبل ما يكمل كلمة الانتقام هخزق له عينين الاتنين، مش هلاعبهم والله العظيم، ما هلاعب السنغال تحت أي مسمى. أنا عندي لاعب منتخب فرنسا ولا إن لاعب منتخب السنغال. منتخب السنغال بياكل المنتخب العراقي. بصور الفيديو ده والنتيجة 5-0 لمنتخب السنغال. العيال بتاعت السنغال اقسم بجلاله الله ما بني ادمين. كنت متوقع جدا ان منتخب السنغال هيكسب المنتخب العراقي، ولكن مش بالمنظر ده. العراق حرفيا ما عدتش نص الملعب. لعيبه السنغال بتقسم في ال18 بتاع المنتخب العراقي، وزي ما بقول لك انا بصور والنتيجه 5-0 وما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل في اخر 10 دقائق. على الناحيه الثانيه من المجموعه منتخب فرنسا بيفوز على منتخب النرويج في مباراه قويه جدا، مباراه كان بطلها البالون دور يا عثمان ديمبلي، اللي شكله هينافس على البالون دور للسنه الثانيه على التوالي. ديمبلي النهارده بيسجل هاتريك وبيحط نفسه في قائمه هدافين البطوله، بيحسم للمنتخب الفرنسي صداره المجموعه بالعلامه الكامله. اما بقى لو رجعنا للحاجه اللي تخصنا، فالسكريبت بيقول والسيناريو بيقول انك هتكسب ايران النهارده، هتصعد كمتصدر للمجموعه وهتلاعب منتخب السنغال. منتخب مصر في حاله تصدره للمجموعه بنسبه كبيره هيلاعب المنتخب السنغالي، ان منتخب السنغال بالنتيجه اللي عملها على المنتخب العراقي صدر قائمه ترتيب افضل توالت من المنتخبات اللي معاها 3 نقط، وضمن رسميا التواجد في دور ال 32 ايا كانت نتيجه باقي الماتشات. ده كده ملخص سريع بس لمباراه السنغال امام العراق. منتخب السنغال استحواذه داخل على 70%، منتخب السنغال شاط 23 شوطه على منتخب العراق. مش بيلعبوا معاهم ماتش كوره، غالبا بيحاربوهم عشان بعد فوز المنتخب السنغالي ده يبقى ترتيبه في قائمه افضل توالت في كل المجموعات. قلت لك منتخب السنغال حاليا بالنتيجه الكبيره اللي عملها على المنتخب العراقي هو افضل منتخب في كل التوالت اللي في المجموعه، معاهم 3 نقاط. تفوق على منتخب كوريا الجنوبيه وعداه في الترتيب وضمن التواجد في دور ال 32. المنتخب السنغالي بقى بيحرجم على ايه؟ بيحرجم على انه يلعبك. زي ما قلت لك انا ممكن العب اي حد، ما عنديش مشكله اخسر من ايران وبلجيكا تكسب نيوزيلندا واصعد كافضل توالت، ولاعب فرنسا او لاعب كندا، ولا ان لاعب منتخب السنغال ده مش هينفع. منتخب السنغال اللي كسبنا في كل حاجه ممكن يكسبنا فيها. مش عايز اعيش نفس الفيلم ومش عايز اخش في قصه ما اجمل ان تعطيك الحياه الانتصار واجيب صوره محمد صلاح وصوره ساديو. مش هعيش نفس السيناريو ده تاني. انا شايف النهارده منتخبنا المصري يلعب على التعادل ويصعد من المجموعه في المركز الثاني، لان كده كده بلجيكا هتكسب نيوزيلندا ونروح نلاعب منتخب استراليا معززين مكرمين، بدل ما نتأذي نفسيا باللي ممكن يحصل لو لعبنا السنه. انا اسف، المشكله مو في زيد تحسين نفس ما انا كنت اتوقع. انا اسف لزيد تحسين، اصلا الموضوع اكبر منا بمراحل. ما حد متجهز نفسيا لبطوله بحجم كاس العالم. ما في ولا اخصائي نفسي شكله سافر مع الفريق. لأن أنت لما تغلط في المباراة الأولى قدر الله وما شاء فعل، لما تغلط في المباراة الثانية خلاص قدر أمام فرنسا. أما تغلط في مباراة أنت بدون ضغوط فيها، بدون أي ضغط، فمعناته الموضوع أكبر بمراحل. لما يوصل الغلط للاعب بحجم زيدان إقبال، قدم مباراة لا قدم بطولة على مستوى، فمعناته الموضوع أكبر.
لما يكون كل مباراة غلط فمعناته الموضوع أكبر. لما أنت تلعب 3 مباريات في كأس العالم تغلط في ال3 مباريات معناته الموضوع أكبر. أنا آسف لزيد تحسين ولكن الموضوع يتجاوز غلطة تحسين. للاسف المنتخب العراقي ساعد المنتخب السنغالي انه يتاهل كاحسن ثوالث يا اخوان. العراق كان يقدر يخسر عادي من غير نتيجه ثقيله، لكن خلى السنغال تفوز عليه بال5 وخلى السنغال تضمن انها تتاهل. السنغال الان صارت من ضمن افضل الثوالث يا اخوان، الان هم صاروا المركز الخامس بحكم انهم مسجلين اهداف جدا كثير. اداء كارثي من المنتخب العراقي للامانه يا اخوان، والاحمر هو اللي سبب هذا كله. هاردة المنتخب العراقي ومعوضين خير والله. يسعدك المشاهد، لا تنام متابع. ايوه ده الوقت يعني ولا دي النتيجة؟ هيلعبوا الساعة 5 يعني. طب بابا جاي ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. جاي يعني خلاص بقى يا جماعة ننام طيب عشان بابا لما يعني حتى لما تفوقنا وهنصعد اول ان شاء الله يجوا لنا. طب ايه هيطلعوا لنا منين تاني؟ يعني في افريقيا طلعوا، في تصفيات كاس العالم طلعوا، في كاس العالم طلعوا. نمشي يا ابني، ما احنا قاره، ما احنا برضو تبع القاره الافريقيه، ما احنا لو رحنا اسيا يكسبونا 5. ما انت شايف ربنا معاهم برضو بتوع العراق يعني. واسيا بقت بعيده قوي يا جماعه في الكوره، بعيده قوي. بس هاتها جمايل واعدل الماء. خسروا العراق، هذا اول واحد، وهذا الثاني، وهذا الثالث، وانتم الخيار الكم. اكو ناس تقول بسبب انه اكو ناس سحرة ان يسحرون المنتخب، والله راح يخسر المنتخب ضد سنغال. هو المنتخب بحيل يقوم مال تشريب، مال طماطة حمس. عم لاعب بالقوة يكمش الطوبة. مقتنعين انتم بلعبنا؟ والله العظيم ما مقتنعين دوم. ابد ما مقتنع بلعب منتخب العراق، لان اللعب مالتهم اصلا مو مال لواعيب، مال واحد قاعد يلعب خماسي بيناتهم. هالحجز ب10,000 دينار. صديق كذيب، خلينا نروح ننام احسن. لا بالله العظيم ما كنا متوقعين هاي النتيجة. عم ايش بيكم اخوتنا المنتخب اللبناني؟ صدق كذب تاكلون 5 من السنغال؟ هسه 1 2 3 5. شنو عم ايش بيكم؟ شنتوا تسوون بالملعب؟ يعني صحيح عندكم طرد من اول دقيقتين بس مو هيك، مو 5. صدق كذب. يعني هاي سهرانين وما نايمين بس على مودكم، بس على مود نشاهد اخوتنا المنتخب اللبناني شلون يقدم كرة قدم جميلة، وبالاخير تبلعون 5 من السنغال. لا اخوان، هذا الحكي ما يفيد. يلا هارد لك اخوتنا، هارد لك. ان شاء الله باللعبات الجاية تعوضون. الله ياخذك اللي ببالي. طبعا الف رحمه على والديك بالكهرباء، طفيتها بين الشوطين والشوط الثاني تلزق شفته. لك جلال حسن من يرجع راح يرجع بطيارتين، واحده بيها الاهداف وواحده بيها هو. لك ماكو هيك مهزله حبيبي. طلعت جيفه اللاعبين، طلعت جيفه بيوشي وبطرس وسولاقه ومناف والعطلات البقيه. حبيبي هذا كاس العالم مو كاس خليج عزيزي. انت من تجيب لاعب بواسطه هاي دليل مالتها. تبلع 5 و6 جت الوطنيه. الحمد لله والشكر، الف رحمه على والديك. جاب الوطنيه من خلصت المباراه. لك 5 لك 5 والله العظيم خزي، والله العظيم خزي. يلا سطيهم، اعطيهم قطع اراضي، اعطيهم جواز دبلوماسي، اعطيهم فلوس. والله العظيم عار. لاعب ما عنده غير على بلده، ما عدا دوسكي، اكام هاشم، وكذلك زيدان قبال. للاسف هذا هيك لاعبين وهيك منتخب يمثل هذا الشعار ويمثل العراق للاسف. افرح يا يونس محمود، افرح يا عدنان درجان، افرح يا رئيس الاتحاد، افرح يا شكو، واحد عنده منصب بالاتحاد. تونسوا، ضحكتوا امة العالم علينا بهذا المنتخب المهزله. خلاص يعني خلاص ما لهاش لازمه حتى الربع ساعه الاخيره ولا ال10 دقائق الاخيره، يعني كل ده ملوش لازمه. يعني الموضوع بالنسبه لك تضييع للوقت ومضيعه للوقت، وقدر الله وما شاء فعل. يعني كان نفسنا ان الشعب العراقي يفرح بحاجه في البطوله دي، وان هو يفرح، مش عايز اقول حتى بمكسب، لكن حتى المباراه الاخيره يبقى شكلها حلو، يبقى شكلها كويس، الدنيا تبقى كويسه، الفريق يقدر ان هو يعمل نتيجه كويسه. لكن يعني ربك مش رايد. يعني اول ربع ساعه انت بتلبس هدف، طرد الريبن سولاقه، اصابه حارس المرمى، يعني كل حاجه جايه عكس ما انت متمني وعكس ما انت متوقع. وحتى الامل اللي كان موجود عند بعض الناس ان والله ايمن حسين ممكن ان هو يكون جاهز للمباراه، يعمل لنفسه رقم فردي حتى انه يقدر يسجل هدف تاني ويبقى هو الهداف التاريخي للعراق على مستوى بطوله كاس العالم. يعني حتى ده ما حصلش. مش عارف اقول ايه والله. يعني هي مباراه محبطه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. طرد ريبن سولاقه احباط، هدف مبكر احباط، حتى لما نزل بابا جاي الشوط الثاني حط هدفين، الموضوع بقى خرج من الاحباط. وبين الشوطين انت بتبدل الحارس، بيرجع جلال هاشم حارس اساسي وبيخرج حارس المرمى من الملعب
يعني كلها كانت غلط في غلط بصراحه. يعني انا كان املي الوحيد من المنتخب العراقي في المباراه دي ان هو يعمل نتيجه ايجابيه، ان هو يقف على رجله، ان هو يقدر يقدم صوره تخلي الجمهور العراقي على الاقل يعني حتى لو ودع المونديال مبسوط. لان بصراحه هو كل اللي كان بيحصل في الشوط الثاني ببساطه شديده هو ان منتخب السنغال بيحاول يزود الغله، جايز يقدر ان هو يلاقي فرصه ان هو يتاهل ضمن قائمه احسن توالت. وهو دلوقتي بعد ما عدل الارقام على مستوى معدل الاهداف المستقبله والمسجله، فهو عنده فرصه كويسه انه يتواجد ضمن القائمه. قد يكون الفريق اللي موجود في الثمانيه الاحسن توالت في السابع او الثامن، لكنه بنسبه 85% لسه عنده فرصه انه يكمل في البطوله. منتخب العراق يعني او الجمهور العراقي ما تزعلوش، معلش هي تجربه اولى، تراكم خبرات بالنسبه لك على مستوى كاس العالم. انا عارف ان الموضوع يضايق، عارف ان انت دلوقتي عايز تبص على غلطه زيدان اقبال وتقعد تستلم فيه، عايز تبص على فلان مش عارف عمل ايه ومين عمل ايه. ملهاش لازمه، ملهاش لازمه، هي تجربه عدت بحلوها وبمرها، وان شاء الله اللي جاي احسن. وباذن الله نتقابل بالليل برنامج قهوه مرتده على منصه العربي بلس، نحكي في كل اللي عايزين نحكي فيه. منتخب العراق يا حبيبي، انما للنحس حدود، وانت ما شاء الله مش واخد نحسك، ده انت واخد نحسك ونحس غيرك ونحس ناس لسه ما اتولدتش في الكوكب اساسا. ايه يابا كميه عدم التوفيق وسوء الحظ والقرف اللي موجود. انتوا عندكم انتوا يا ابني في نجاسه في المنتخب ده ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني الجمهور اساسا مستحمل بالعافيه فكره حارس المرمى استاذ احمد والله بنسى اسمه، والله العظيم بنسى اسمه كل مره، مش عارف ليه كل مره بقوله احمد نبيل. انا اقول لك على حاجه، انا هسميه احمد نبيل شبيه عبد الله خليل، خلاص انا هو كده معايا. الراجل اتصاب في اول الماتش ومع ذلك تحامل وداس على نفسه وفضل واقف على رجليه، والجماهير قالت لك يلا هرضينا بالهم والهم مش راضي بينا وهو نستحمل مع بعض. يجي لك بقى الكابتن ريبن فان بيرسي ويقرر ان هو يعمل واحده من اغبى استخلاصات الكوره اللي ممكن تتفرج عليها، ده بعد ما الجمهور قال لك وهو بيبص على التشكيله الحمد لله رب العالمين زايد تحسين مش موجود في المباراه. فريبن سولاقه قال لك والله زايد تحسين، اذا غاب زايد تحسين فكلنا زايد تحسين، وعمل لنا ريكريشن للميم بتاع امسكوا الحصان. يعني متشكرين والله. يعني الفنان كريم عبد العزيز فخور بيك جدا والله على اعاده تمثيل المشهد من جديد في هذه اللقطه الايقونيه التي سيخلدها تاريخ المونديال. ليه الحكم رجع للفار قال له بقول لك يلا انا ريبن سولاقه ده اتفرجت عليه في 3 ماتشات، اتطرد في 2 منهم. الماتش الاولاني كان قصاد الكويت في الكويت لما كانوا بيلعبوا التصفيات، والماتش الثاني هو رسميا في كاس العالم. او الامور كانت ماشيه في خانه الستر الحمد لله، والدنيا تمام وزي الفل لحد ما نزل قاذفه اللهب ده من على الدكه. قذف الصواريخ الاول دخل الاراضي السنغاليه بابي جاي، اول اي كره بتجيله على ال 18 بيشوط. هو احنا وصلنا لمرحله ان مع نزول بابا جاي ونزول السيد جلال حسن هاشم بصراحه ان بص يعني اللي نفسه في حاجه يعملها، اللي عايز يجيب اجوان يجيب، اللي عايز يشوط من بره يشوط. بص عرفت تشوط تشوط، عرفت اجري كده جون فاضي بس يا سيدي. وانتهت المباراه 5-0 لصالح المنتخب السنغالي عشان يبقى رقم 1 في الترتيب على الفرق اللي معاها 3 نقط. يعني لو خلصنا الدور المجموعات الفرق اللي عندها 3 نقط كلها غالبا هتلاقي السنغال اللي هو ايه، بص يعني انا عارف 200 التناحه اللي موجوده في الكوره دي، هتلاقي السنغال مثلا الفريق السابع او الثامن في الثمانيه اللي المفروض ان هم احسن توالت، وسبحان الله تلاقي دور ال 32 ما بين مصر والسنغال. فقر يا عم اللي عايز يسأل يروح يلعبهم. انا مش عايز العب السنغال، لا تعطيك الحياه فرص. لا مش عايزها يا عم. حسبي الله ونعم الوكيل. نهاية شوط الثاني وانتهت المباراة وانتهت الحكاية وانتهى كاس العالم عند العراق. حتى جول الشرف ما جابوا، حتى جول الشرف. انتهت المباراة 5 يعني بيمن. هسه بيمن اذب بالصوت وطبعا الناس يقولوا لي بيمن الله لا يوفقكم الله لا يوفقكم والله العظيم. يعني ما خليتوا حتى هدف الشرف، بس جول واحد جبتوه بال3 مباريات. عرفت؟ الى المطار رجعوا الى المطار، القارات السبعة ضحكت والجماهير من وراكم والله هلكت. الى المطار الى المطار. 5 ولكم 5 من السنغال ناكل 5. والله لعبنا ضد النرويج وضد فرنسا افضل من هذا الاداء ضد السنغال، والسنغال اضعف من النرويج واضعف من فرنسا. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم اللاعبين. بوم فدوة لكم فدوة زيدان اقبال واكام هاشم، اخطأتوا
فدوة لكم البطولة والمباراة والخسارة، والشعب العراقي ترى واعي ويعرف كرة قدم، ويعرف اللاعبين اللي يستاهلون الدعم، ويعرف اللاعبين اللي هم أصلا عطلات. أنتم من أفضل لاعبين المنتخب العراقي، وقدمتوا بطولة استثنائية، ونهنيكم على مستواكم. الأخطاء تصير والشعب العراقي كله واقف وياكم. فدوة لكم الخسارة والبطولة. ألف رحمة ونور تنزل على قبر اللاعب المرحوم أحمد راضي، اي نعم، صاحب الهدف اللي نعتبره أغلى هدف بتاريخ الكرة العراقية، وعند العراقيين أجيال تتذكر أنه هذا أغلى هدف. أبدا ما منن عن الجمهور العراقي بهدفه هذا. يعني نقول إن شاء الله مكانك الجنة، و45 مليون عراقي راضي عليك، ونبقى نتذكرك، ونبقى نتغنى باسمك. يعني منتخبنا هذا المونديال 12 هدف يدخل بمرمى المنتخب العراقي بهذا المونديال، رقم سلبي، رقم كارثي، رقم مخزي لمشاركتنا بمونديال 26. يعني لو ندخل احنا باربع حراس هم راح يدخل اهداف اكثر واكثر، كأنما اكو حوبة شخص يعني اضرت بمستوى المنتخب العراقي وظهوره بهذا المونديال. ما نعرف حوبة منو كانت. كأس العالم انكتب بمسيرتكم، انا اتمنى انه تنهون مسيرتكم ويا المنتخب. اكو بعض الاسامي اتمنى انه بعد هالمباراة يعلنون اعتزالهم، لانه ما قصرتوا، صعدتونا كأس العالم ولعبتوا بكأس العالم، ريتو صار على حساب مشاعر 46 مليون عراقي، بس ها هي يا عمي مبروك عليكم. بس انا اتمنى من الاسامي الجاية راح اذكرها انه يعتزلون بكرامتهم، ما قصروا واحنا هم ما قصرنا، ظلينا وياكم. شكرا، انطوا فرصة لغيركم، انطوا فرصة لباقي اللاعبين. عندنا بطولتين جاية، عندنا كأس الخليج وكأس آسيا، اتمنى انه كافي. الحراس الثلاثة جلال حسن واحمد باسل وفهد طالب، ريبين ومناف وفرانس وميمي، شكرا لكم، ما قصرتوا، فترة جميلة وياكم. نريد نبني جيل جديد، ما بيها شيء، انتم ما قصرتوا وخوش لاعبين، بس احنا نريد نبني جيل جديد. واكو لاعبين اتمنى انه يبتعدون فترة الى ان يطورون مستواهم او مستواهم يتغير، مثل بايز، زيد تحسين، ماكنزي، كيفن، احمد قاسم، علي يوسف. هذولا ممكن فترة ويرجعون، ما عندي مشكلة، بس حاليا بالوضع الحالي بمستواهم هذا ما يستحقون يمثلون المنتخب العراقي. وطبعا لازم نشكر ميرخص، آكام، زيد، أمير، أيمن، علي الحمادي، علي جاسم. ما أدري إذا نسيت أحد أو لا. أكو لاعبين ما نذكروا أصلا، لا ويا المعتزلين ولا شكر، لأنه مو هم هو اللي لعبوا وايد، ولا شفنا مستواهم، ولا هم مستواهم كل الزين، ولا هم مستواهم تعبان، عاديين. بس هذولا شكرا لكم، لأنه أنتم الحسنة الوحيدة اللي بهاي البطولة.